عشان كده لازم يكون عندك وصفة عشاء في 10 دقايق في حياتك. يلا بينا نعمل مكرونة بالصلصة سريعة ولذيذة. تمام، يلا بينا نطبخ. هات ربع كيلو من المكرونة اللي بتحبها، حطها في حلة مية مغلية وخليها تستوي لحد ما تبقى مظبوطة. صفيها كويس وحطها على جنب. دلوقتي في طاسة غويطة سخن معلقة زيت، حط 4 فصوص ثوم مفروم وقلب لحد ما يبقى دهبي. بعد كده ضيف 3 طماطمات متقطعة مكعبات للطاسة، رش شوية ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. قلب كل حاجة مع بعض وسيبها تتسبك لحد ما الصلصة تتقل وتبقى حلوة. أول ما الصلصة بتاعتك تبقى جاهزة، ضيف المكرونة اللي صفيتها للطاسة. اخلط كل حاجة مع بعض عشان كل قطعة مكرونة تتغطى بصلصة الطماطم اللذيذة دي. وبكده تكون خلصت مكرونة بالصلصة، سريعة وسهلة ولذيذة، جاهزة في 10 دقايق بس. قدمها سخنة وبالهنا والشفا. افتكر، مش محتاج وقت كتير عشان تعمل أكلة لذيذة. لو عجبتك الوصفة السريعة دي، دوس لايك واشترك في القناة عشان تشوف نصايح طبخ سهلة أكتر.